فكرة المليون جنيه أغلبنا بيشوفها حلم بعيد قوي، صح؟ خصوصا لو الواحد موظف عادي بمرتب على قده. طيب، في الشرح ده احنا هنكسر الفكرة دي تماما. هنفك شفرة ازاي توصل للمليون، وهتكتشفوا معايا ان الموضوع مش حلم ولا حاجة. دي مجرد معادلة أرقام، أي حد فينا يقدر يحلها لو عنده شوية انضباط. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بسؤال مهم جدا. يا ترى هل ممكن فعلا موظف عادي بمرتب متوسط يوصل في يوم من الأيام إنه يمتلك مليون جنيه؟ السؤال ده بالذات بيخبط في فكرة كلنا تقريبا كبرنا عليها، إن الفلوس الكتير دي يا إما بتيجي بالحظ يا بالوراثة، والفكرة دي هي اللي بتخلي حلم المليون جنيه ده يبان كأنه خيال علمي، وهو ده بالظبط الصراع اللي جايين نحسمه النهارده. طيب، للسؤال ده في إجابتين عكس بعض تماما. الإجابة التقليدية اللي كلنا عارفينها واللي بتقولك مستحيل، ده كلام أفلام. والإجابة التانية إجابة الأرقام اللي بتقول بكل ثقة أكيد طبعا ممكن. هي بس مسألة وقت وانضباط. الفرق الشاسع بين الإجابتين دول هو محور الكلام اللي جاي. طب إيه هو السلاح السري اللي بيخلي الأرقام تكسب؟ السلاح ده حاجة قوية جدا في عالم الفلوس، لدرجة إن واحد زي ألبرت أينشتاين وصفه بنفسه بإنه أعجوبة الدنيا الثامنة. الفايدة المركبة أو ال compound interest ببساطة شديدة دي معناها إن الأرباح اللي بتيجي من استثماراتك مش بتنام، لا دي بترجع تشتغل هي كمان وتجيب أرباح جديدة. يعني كأنك بتعمل ربح على الربح نفسه، الأرباح بتاعتك بتتحول لجيش صغير شغال بيجيب لك فلوس أكتر. وأحسن طريقة نتخيل بيها الموضوع ده هو تأثير كرة التلج. تخيل كده إن فلوسك اللي بدأت بيها دي كرة تلج صغيرة في إيدك، والزمن السنين يعني ده تلج كبير مليان تلج. كل ما بتسيب الكرة دي تتدحرج على التل بتبدأ تلم تلج أكتر وتكبر. والجزء العبقري بقى إن كل ما الكرة بتكبر سرعتها في تجميع تلج جديد بتزيد بشكل خرافي. فلوسك بتعمل كده بالظبط، بتنمو بشكل أسي مش مجرد نمو عادي. طيب، كلام نظري جميل وحلو قوي، بس ازاي الكلام ده بيترجم لمليون جنيه في حساب البنك؟ يلا بينا نشوف خطط واقعية بالأرقام. نبدأ بأول سيناريو، وده ممكن نسميه الموظف الصبور. ده أنسب سيناريو لأي حد لسه بيبدأ طريقه المهني، وأكبر ميزة عنده هي السنين اللي قدامه. تخيلوا إن في شخص قرر يستثمر مبلغ ممكن يبان بسيط، 1500 جنيه كل شهر. المبلغ ده هيتحط في استثمار بيجيب متوسط عائد سنوي حوالي 15%، وده على فكرة عائد واقعي جدا وممكن تحقيقه في أسواق زي البورصة على المدى الطويل. لو الشخص ده فضل ملتزم بالخطة دي لمدة قد إيه؟ 15 سنة بس. النتيجة صدقوني هتكون مفاجأة، وهتغير مفهوم أي حد عن الموضوع ده. وهنا بقى السحر كله بيحصل. بعد 15 سنة المبلغ الإجمالي هيكون 1,000,000 و2000 جنيه. بس استنوا، الجزء المدهش بجد مش الرقم ده. الجزء المدهش إن المبلغ اللي الشخص ده حوشه من جيبه هو 270,000 جنيه بس. باقي المبلغ أكتر من 730,000 جنيه دي كلها أرباح على الأرباح. شايفين قوة الفايدة المركبة عاملة إزاي؟ طيب جميل. طب لو في حد تاني عنده قدرة يوفر أكتر شوية وعايز يوصل للهدف ده أسرع، هنا بقى بيجي السيناريو التاني، المستثمر الجاد. في السيناريو ده المبلغ الشهري هيزيد شوية وهيبقى 3800 جنيه. شوفوا بقى الفرق الرهيب اللي هيحصل في الوقت. المدة هتقل من 15 سنة ل10 سنين بس. 5 سنين كاملة بتتوفر عشان بس زودنا الاستثمار الشهري. والدرس المهم قوي هنا هو اللي بتلخصه الجملة دي: لا تحتقر المبلغ الصغير ولكن احترم الاستمرارية. يعني حتى لو حد بدأ بمبلغ صغير زي 500 جنيه في الشهر بس استمر عليه 20 سنة، المبلغ ده ممكن يعدي 750,000 جنيه. فالعبرة مش بكام، العبرة بالاستمرارية. تمام قوي، عرفنا المعادلة وعرفنا أهمية الوقت والاستمرارية. يجي بقى السؤال الطبيعي اللي كلنا بنسأله: طيب أحط فلوسي دي فين بالظبط؟ أول حاجة لازم نكون واضحين فيها، حساب التوفير بتاع البنك مش هو الحل. عشان نوصل للعوائد دي بنتكلم عن أدوات استثمارية حقيقية. زي إيه؟ زي الأسهم في البورصة، ودي تاريخياً بطلة العوائد العالية. أو صناديق الاستثمار، ودي لو حد عايز متخصصين يديروا الفلوس بالنيابة عنه. وفي كمان الذهب، وده دوره دفاعي أكتر، زي حارس المرمى كده اللي بيحمي قيمة الفلوس من التآكل. طيب، وقبل ما نختم لازم نرد على أكبر وأهم سؤال أو العائق النفسي اللي بيقف ناس كتير قوي إنها تبدأ، وهو السؤال ده: بس استنى، إيه لازمة المليون جنيه كمان 10 سنين ولا 15 سنة؟ قيمتهم هتقل بسبب التضخم. وده على فكرة سؤال منطقي ومهم جدا. والإجابة على السؤال ده بتيجي في شكل سؤال تاني أقوى منه: هو إيه الأحسن؟ إن يكون معاك مليون جنيه قيمتهم قلت شوية، ولا إنك يكون معاك صفر؟ الأكيد إن مليون جنيه بقيمة أقل أحسن بكتير من ولا حاجة. بالعكس، الاستثمار هو الطريقة الوحيدة اللي بتخلي فلوسك تسابق التضخم وممكن كمان تغلبه. يعني نقدر نلخص الحكاية كلها في المعادلة البسيطة والعبقرية دي: مبلغ صغير زائد استثمار ذكي زائد وقت طويل يساوي ثروة ضخمة. الموضوع مش سحر ولا حظ، الموضوع كله قرار والتزام. والفلسفة دي كلها قناة قرشين نفسها لخصتها بشكل عبقري في الشعار بتاعها: حافظ على القرشين
يرجعوا لك ضعف وضعفين. هي دي الفكرة كلها، إنك تحترم المبالغ الصغيرة وتستثمرها، وهي هترجع لك أكبر بكتير من ما تتخيل.